بصي بقى، اركنيني كل الكلام اللي انا قلته في الفيديوهات اللي فاتت وركزي معايا في الفيديو ده. لان فكرة ان انا فاتحة القناة دي هو عشان خاطر انت تبدأي تكوني احسن نسخة من نفسك، تشتغل على نفسك، ان انا اساعد البنات يبقوا احسن بنات في مصر. انا لو هدفع ماديا عشان خاطر البنات دي تقوم على رجلها وتشتغل وتبقى ناس كويسة، يبقوا راضيين عن حياتهم، يبقوا بيختاروا علاقات صح، انا هدفع فلوس ان انا اعمل كده. صدقوني، أنا لولا ان انا شفت فرق في حياتي على مر 6 سنين فاتوا، انا ما كنتش هاجي اقول اي كلمة عن الكلام ده. انا مش جاية هنا ابيع كلام، ومش جاية هنا عشان خاطر حاجة، ومش فارق معايا اي حاجة بتتقال هنا. وهدفي الوحيد هو انك انتي تقفي على رجليك. ولكن تبقي انتي مش عايزة تقفي على رجليك عشان انتي مش راضية عن نفسك، دي حاجة اللي انا ما اقبلهاش هنا ابدا. الموضوع ده منتشر جدا منتشر جدا، من كتر ما احنا مش متقبلين نفسنا وما بنحبش نفسنا، بنجري على الترندات. كلنا ترند واحد بيخلص بنوصل للترند اللي وراه، بنخلص بنوصل للترند اللي وراه، وبنحاول نسعى على شخصيات معينة. شخصية الديفا، شخصية الايه ليه؟ لان محدش فينا متقبل نفسه. انا معرفش ليه البنات متمسكين بان هما مش قابلين نفسهم وبيقللوا نفسهم لدرجة بتخليهم يقبلوا بحاجات مش مقبولة ليكي كأنثى، بتخليكي قاعدة مع نفسك. ايه اللي مخليكي متمسكه قوي بده، مع انك عارفه ان ده عمر ما هيجيبلك اي خير؟ رغم انك عارفه انك لما هتحبي نفسك وهتتقبلي نفسك وهتبقي واثقه من نفسك، ده هيجي بعده فرق كبير وهيجي بعده خير كتير. فايه اللي بيخليكم ماشيين كده؟ انا مش هقدر اقولك اعملي 1 2 3 4، ولكن انت لما هتحبي نفسك انت لوحدك هتوصلي نفسك للمكان اللي انت عايزاه، ايا كان المكان ده شكله ايه. بنفسك انت هتصدري صورة كويسة للناس، هيبان على شكلك، هيبان على كلامك، هيبان على تصرفاتك، لانك انت هتبقي عايزة تبقي احسن، تبقي عايزة تبقي مثقفة متعلمة. فمعلش هتبدأي تقري كتب وهتسعي على نفسك عشان خاطر انت بتحبي نفسك، انت حاسة انك انت محتاجة تقدريها. بتحبي شكلك فهتسعي على ان هو يبان بأحسن طريقة ممكنة، مش انك تخفيه بميك اب وبس. ان هدفك يبقى فكرة الميك اب بالنسبة لك هو انك وحشة فانت بتحاولي تجملي نفسك. لما هتشتغل على نفسك هتعرفي تختاري علاقة صح مع ايا كان مين. حتى في علاقتك بشريك حياتك وقتها تعرفي تختاريها صح. لو انتي عايزة حد كويس وحد في المكان الفلاني والمستوى الفلاني، لازم انتي تشتغل على نفسك عشان خاطر توصلي المكانة يبقى النوع اللي انتي عايزاه موجود فيها. لو انتي عايزة شخص متعلم، شخص مثقف، شخص اهله من الناس الفلانية، شخص كذا كذا، شخص بيسافر، لازم انتي برضو تبقي بتطلعي بنفسك عشان خاطر توصلي للطبقة دي اللي فيها كل الناس دي. لازم توصلي نفسك للكوميونيتي اللي انتي عايزة توصليها. احنا عاملين زي جبل التلج اللي غرق سفينة تايتانيك، 90% منه مش متشاف و10% بس هما المتشافين. لو انت ما حبيتيش نفسك، ال90% دي عمرهم ما هيشتغلوا، فبالتالي هيبقوا بالصورة الوحشة اللي هتظهر في ال10%. حبوا نفسكوا عشان خاطر انتوا هتبقوا امهات وهتبقوا صديقات وهتبقوا اخوات. فلازم احنا كبنات لو ما اشتغلناش على نفسنا، انا بعتبر ان الست عامة هي مدرسة مش الام بس. لو انتي اعددتي نفسك عدد كويس واحببتي نفسك الحب الكويس، هتطلعي الجيل الكويس. هتبقي انتي سوية نفسيا، هتبقي انتي بتنقذي نفسك قبل ما تنقذي اي حد، هتبقي انتي الام اللي انتي عايزاها، وهتبقي انتي عايشة في الكومباوند اللي انتي عايزاه، هتبقي انتي مع شريك الحياة اللي انتي عايزاه، وهتبقي انتي اللي بتتحكمي في طريقة الناس معاكي وازاي يتكلموا معاكي وازاي بيتصرفوا معاكي. كل ده حب. تبقي انتي عايزة تسعي للمذاكرة والقراية والسعي في انك تبقي مثقفة نفسك عشان خاطر انتي مش هتقدري وتقبلي على نفسك انك تظهري بصورة وحشة. طول ما احنا ما بنحبش نفسنا، اول ما هيبقى في حاجه ترند هنجري وراها نعملها عشان خاطر نقول للناس بصوا واو. ده راجع من ايه؟ عشان خاطر احنا فعلا ما بنحبش نفسنا. في ترندات احنا بنسعى وراها، ده ترند ساوند على التيك توك، دي لعبه معينه، لكن احنا كمظهر بنجري على كده. كلنا بنعمل بقينا فيلر، كلنا بقت اول ما بتجري في ايدينا الفلوس بنعمل بوتوكس عشان خاطر احنا ما بقيناش متقبلين، ما بقيناش نفكر. تصدقي ده انا عاجبني، تصدقي انا مبسوطه كده، شفايفي عجباني كده. ايه المشكله لما ابقى مختلف؟ انا مش عامله فيلر. ايه لما ابقى كده؟ خليهم هما كلهم عاملين فيلر وانا مش عامله فيلر. انا مقدره جسمي ومش عايزه ادخل فيه اي كيميكالز، عايزه جسمي يعيش معايا مده اطول، لان الحاجات اللي ظاهره دلوقتي هي بتديكي نتيجه مؤقته وبعد كده يا اما بتعمل اثار جانبيه يا اما بتختفي.
لكن كل ما انت هتبقي بتحترمي نفسك هتبقي بتحترمي جسمك، هتبقي بتحترمي شكلك، هتبقي عايزة توصلي لأحسن حاجة في اللي ربنا خلقها يخليكي انت فعلا جميلة متقبلة نفسك وانت فعلا مختلفة. رجعوا لفيديوهاتي زمان هتلاقوا شكلي مختلف تماما عن دلوقتي، ومع ذلك انا ما عملتش اي حاجة غير التقويم، ولكن انا عشان خاطر تقبلت نفسي واشتغلت على نفسي بطريقة داخليا وخارجيا بسيطة على قدي، انا اختلفت، انا شكلي اختلف وطريقتي اختلفت والناس بقت تحبني بطريقة مختلفة. وهو يغركم ان انا مثلا ان انا من مواليد القاهرة او من المحافظات الكبيرة، لا انا جاية عادي من الصعيد وواجهت كتير عشان خاطر ابقى بوصل للحاجة اللي انا مبسوطة بيها دلوقتي. حياتي دلوقتي انا مبسوطة عنها وراضية عنها وهوصل لحاجات اعلى من كده، عشان خاطر في بنات كتيرة في الكومنتس بتقولي انا والله اتمنى بابا يديني فلوس عشان خاطر اعمل الحاجة الفلانية. اشتغلي على نفسك وهاتي الفلوس واعملي لنفسك الحاجة الفلانية. انا والله نفسي اهلي بس لو يسيبوني ادرس اشتغل. اعملي لنفسك كده، روحي شوفي ايه اللي ناقصك وايه اللي هيخليكي انت كويسه ومبسوطه ومرتاحه واعمليها. انت هتقدري تطلعي نفسك كده. اوعي تكوني ضحيه لاي حد، اوعي تكوني ضحيه والله اهلي ما بيخلونيش اعمل كده ومش بخلي الناس تهجم على الاهل، ولكن ابداي انت اعملي كده. قولي لهم والله انا ناويه اسعى اعمل واحد اتنين تلاته. اول ما هيشوفوكي بتحبي نفسك وعايزه تسعي وعايزه تبقي انت كويسه، ده معناه ان هم كمان هيبقوا بيعلوا معاكي، لان احنا كابناء بنعلي شكل وبنغير شكل وبنبقى احنا الصورة لعائلتنا واسرنا. هيخلوكي تعملي كده طول ما انت عايزه تعملي كده، ولكن انت بتقعدي تقولي كلام والله انا عايزه اعمل كذا وهي حاجه مش واقعيه وعارفين انك انت ما بتشتغليش على نفسك، ساعتها مش هيخلوكي تعملي الحاجه دي. لو انا عايزه عيالي يبقوا احسن عيال وعايزه عيالي يبقوا بيتكلموا انجلش كويس وبيبقوا بيتعاملوا باسلوب كويس، انا هعلم نفسي من دلوقتي الحاجات اللي انا عايزه اعلمها لعيالي، لان احنا كلنا عارفين دلوقتي وفاهمين ان احنا نتيجة لاهالينا. انا عايزة اكون الزوجة الفلانية عشان خاطر يبقى زوجي شكله عامل كذا، فانا هسعى على نفسي، انتي تسعي على نفسك والعالم كله هيسعى ليكي. كل حاجة، دكتور بياخد دكتورة، المتعلم بياخد متعلم، الجاهل بياخد جاهل، اللي من الكومباوند بياخد حد من الكومباوند، اللي من العمارة بياخد حد من العمارة، اللي من الصعيد بياخد، وهكذا. انتي بقى عايزة تشوفي نفسك فين؟ انا عايزة اشوف نفسي في المكان الفلاني وبلبس الحاجة الفلانية وبتكلم بالطريقة الفلانية. اسعي وقومي، انت كده كده في مشاكل، كده كده هتفضلي طول حياتك في مشاكل. يا اما انت هتاخدي مشاكل مؤقتة بس عشان خاطر توصلي لعيشة مرتاحة، يا اما هتفضلي طول عمرك في المشاكل التفاهات اللي ملهاش اي لازمة، اللي هي اصلا لا هتفيدك وهتأثر عليكي، لان 75% من الحاجات السلبية اللي بنقولها لعقلنا او بنشوفها حوالينا بنسبة 80% بتأثر بأمراض علينا واحنا مش حاسين. فعايزه اقول لك حبي نفسك. انا شخصيا بحبكم والله العظيم، انتوا اخواتي، عيب عليكم والله، انتوا اخواتي.